السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عاملين ايه يا حبايب قلب؟ وحشني والله كتير. ان شاء الله بإذن الله كده هنعمل مع بعض شوية مكرونة كده بالصلصة. يعني بصوا جميلة جدا يعني. وجربوا الطريقة بتاعتي برضك ومش هتندموا والله. انا طبعا هنا اهوت في الحله حتى طبعا الطماطم اللي انا ايه يعني كنت بقى قايله لكم في اي فيديو انا بعملته ان الطماطم دي انا بحطها كده حبه في الفريزر وبطلعها زي ما هي كده. بص اقسم بالله لو حطيتيها في الفريزر سنه وهي حب كده مش هتندمي وهتطلعي الطماطم كأنك لسه جايباها يعني، ولا لها طعم ولا لها ولا كرفه ولا اي حاجه خالص. بصراحه والله بتطلعها كأنها لسه ما لسه جايباها. غير طبعا اللي هي بتعمليها صلصة دي. في ناس برضك بتحب تعملها صلصة بس الأفضل والله عظيم الطريقة دي. هنا بقى أنا حطيت توم، بحب أعملها بالثوم يعني. وفي ناس برضك بتحب تعملها ببصل عادي، دي أو دي بتبقى جميلة برضه. بص بقى الطماطم بتبقى نازلة تقيلة، ولما بتعملي مكرونة تعملي أي حاجة تلاقي إذا كان مكرونة أو أي حاجة بتلاقي الطماطم ماسكة في المكرونة كده مش سايبة. هنا بقى ايه انا حطيت التومه زي ما قلتلكوا وحاطه الميه على النار اهيت عشان ايه هسلق فيها ايه هنسلق البيض والمكرونه مع بعض في حله واحده. هنا بقى انا حاطه الطاسه برضك نحمر شويه بطاطس. بس البطاطس دي يا ولاد يعني بصوا ما هيش حلوه خالص. كل مره بجيبها بصراحه من نفس الست بطاطس شيبسي، المره دي ما هيش حلوه بتشعوط مني. وكمان مش بتحمر كده حلو، لا ده يعني بتشرب زيت. بس يلا مش مشكلة بقى، السوق الجاي ان شاء الله اقول لها بقى. هسيبها طبعا تحمر. والصلصة بقى هي تحط المكونات بتاعتها. هحط بس شوية شطة شوية ملح وشوية توابل. طبعا ما تكتريش الشطة عشان ايه انا حاطة شطة مع الطماطم في الاول. الشطة الحمرا دي جميلة قوي يا ولاد والله العظيم، اللي هي في السوق اللي هي عاملة زي البلح دي جميلة. هي حراقة يعني، مثلا هي لما حطي هو قرن واحد. طبعا انت هتحطي طبعا شوية شطة ناشفين بردك مع الصلصة عشان ما تبقاش حراقة اوي. هنا بقى انا غسلت البيض حلو غسلة حلوة وحطيته بقى في المية. او طبعا حطي ملح بقى. هنعمل بقى المكرونة اسباجيتي كده، شوية مكرونة اسباجيتي كده ايه يستاهلوا بقكم ان شاء الله. بكسرها تلاتة، وفي ناس بتحطها كده وفي ناس بتكسرها اتنين، انا بكسرها تلاتة. طبعا البيض طبعا لو المية بتغلي يا ولاد بياخد 5 دقايق. لو حطيتيه والمية بتغلي بياخد 5 دقايق. حطيتيه والمية ساعة بياخد 7 دقايق بالظبط. ما تكتريش عن ال7 دقايق عشان لو كترتي البيض الصفار من جوه بيزرق، مش بيبقى حلو يعني، وبيبقى برضك طعمه مش حلو. هو 5 دقايق والمية سخنة، و7 دقايق والمية برد، هتاكلي احلى بيض. هنا بقى انا كنت بقى بشوف البيضة استوت ولا لا، بس كان فاضل عليها شوية. هطلعها مع المكرونة بقى. طبعا بقى تقعدي تقلبي كده تفككيها من بعضها عشان بتبقى ماسكة. ونقطة الزيت برضك اللي انت هتحطها دي مش هتخليها تمسك يعني اوي. بصوا شكل الطماطم. والسر بقى شوية مية كده من المية بتاع المكرونة هتخليلك المكرونة مفلفلة كده وانت بتغرفيها. هنا بقى انا بحاول بقى ان انا اطلع البيض من المكرونة، بس كل لما اجي اطلع البيض الاقي المكرونة طالعة معايا. فهسيبه يعني دقيقتين كده مع المكرونة واصفيها كلها مع بعضها. صلي على محمد عليه الصلاة والسلام. سورة البقرة يا ولاد كل يوم شغلوها، بتمنع اي حاجة وحشة في البيت، بتخرج الشياطين، بتدي طاقة ايجابية. كل يوم شغلاها في البيت كده. هاتي قناة المجد في التلفزيون وشغليها، جميلة اوي والله وبتعمل المعجزات والله العظيم. ربنا يا رب يسترها معاكم ومعانا يا رب، ويكبر بخاطركم ويرزقكم برزق كتير يتعجب له للسماوات والأرض. ويرزق يا رب كل مشتاق بالذرية الصالحة، اللهم آمين يا رب العالمين.
اللهم ارزق كل مشتاق يا رب، ما يحرمش حد ابدا. هنا بقى انا اهو بقشر البيض اهو. البيض طبعا احنا عاملين مكرونة، فايه لازم نحط حاجة كده بروتين معاه، فايه جبنا بيض بقى. البيض طبعا بروتين زي ما كلكم عارفين. ما تنسونيش يا ولاد في اللايك والاشتراك في القناة، اللي ما اشتركش فضلا وليس امرا ان هو يشترك لي في القناة ويفعل زر الجرس عشان ايه يوصل لكم مني ان شاء الله باذن الله كل جديد. وطبعا يا ولاد اللايكات 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 اللايكات، عشان خاطر اللايكات هي اللي برضك يعني ايه بتكبر الفيديوهات بتاعتي، وعشان برضك تدعموني كده ان انا ان شاء الله باذن الله تنيني مستمرة ومكملة معاكم. ولو في اي حاجة مثلا مش عاجباكم في اي فيديو انا بعمله برضك انا ما بزعلش، قولولي عليها وانا هغير منها طبعا. آه بس اهم حاجة والنبي اللايكات، عشان خاطر القناة بتاعتي ان شاء الله تكبر بيكم باذن الله. هنا بقى ايه رأيكم في شكل المكرونة؟ اكتبولي في التعليق بقى ايه رأيكم، واكتبولي برضك في التعليق عايزين المرة الجاية فيديو عامل ازاي ولا فيديو عن ايه. نشارك بعض يا ولاد كده كل حاجة. بصوا بقى البطاطس يا ولاد، يعني مش حلوة خالص بصراحة. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم النهاردة يا حبايب قلبي، وما تنسونيش في دعوة حلوة كده من قلبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايب قلبي.